اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. كما شفتوا الاخوان في العنوان غادي نتعرفوا على توقيت مباراة المنتخب المغربي ومنتخب زامبيا من بعد المقابله اللي جمعت المنتخب المغربي مع منتخب النيجر وكانت حاسمه، وعلى اثرها تأهل المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم 2026. المقابلة اللي غادي تجمع غدا إن شاء الله الاثنين 8 من شهر 9 إن شاء الله على الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت المغرب، الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية. والإخوان ديالي صراحة ما عرفتش علاش الأفارقة ملي تمشيو لعبوا معاهم لا المغرب لا الدول ديال شمال أفريقيا تيجيبوك حتى الأصعب توقيت وتيلعبوك فيه، يعني في الوقيته ديال الحرارة والرطوبة العالية يلعبوك مع الواحدة في منتصف النهار او الثانية او حتى مع الثالثة، يعني تيخليو يخليو المقابلة للمساء اللي تيكون الاجواء مزيانة وملائمة للمباريات ديال كرة القدم. تيجيبوك اصعب توقيت وتيلعبوك باش يزيدوا عليك الضغط ديال الجو والضغط ديال الجمهور والضغط ديال الملاعب اللي ما مزياناش. صراحة تنتمنوا ان من بعد تولي تدخل فيفا في التوقيت ديال المباريات باش يوليو تلعبوا في التوقيت اللي يكون مناسب للعب ويكون مناسب ان اللاعبين يلعبوا في واحد التوقيت اللي مريح ويكونوا يعطيو اكثر ويكونوا في راحه اكثر. اخوان ديالي كما شفنا في المقابله اللي فاتت المنتخب المغربي اكتسح منتخب النيجر ب5-0 من بعد مقابله اللي كانت رائعه، وشفنا الافتتاح ديال ملعب مولاي عبد الله اللي اصبح حديث العالم حاليا وكل شيء تيهضر عليه وكل شيء تيشيد بالمدرجات من ارضيه الملعب من المرافق اللي فيه. صراحه ملعب عالمي ونتمنوا انه يحافظوا عليه الجمهور ديال مدينه الرباط. اخوان ديالي شفنا في المقابله كيفاش في اخر المقابله من انتهت نتمنوا هذه الاشياء ما نعاودوش نشوفوها. شفنا بعض الجماهير اللي دخلت لارضيه الميدان، وهذا الشيء ما بغيناش يبقى يكون في الملاعب ديالنا، لان المغرب غادي تولي عندها بزاف الملاعب من هذا الشكل هذا، ملعب مولاي عبد الله، ملعب طنجه، من بعد كاس افريقيا ملعب اكادير مباشره غادي تسد وغادي تخدم وغادي يولي نفس الملاعب ديال الرباط وديال طنجة، ملعب فاس، ملعب مراكش، يعني ملاعب عديدة اللي غادي تولي بنفس الطريقة. ونتمنوا ان في المباريات القادمة اننا نشوفوا الجمهور يتفرج في المقابلات، ساعة المقابلة يطلع مع المدرجات ويخرج من الملعب بلا ما يهبط الارضية ديال الميدان. هذه فقط نقطة كنت بغيت نضيفها على الاخوان ديالي. نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المقابلة هذه، ولو ان الامور تحسمات لكن تيبقى ان المنتخب المغربي على حسب الترتيب العالمي مزيان يفوز في المباريات، خصوصا ان المانيا في المقابله ديالها اللي فاتت خسرتها، وهذا تيخلي اننا نقدو نطلعوا من الرتبه 12 للرتبه 11 ويساعدنا باش نقربوا العشرة الاولين على اطار العالم. اخوان ديالي ما بقى لي غنقول لكم في الفيديو ديال اليوم مساله، الا عجبكم ما تنساوناش من الشجاع اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى الملتقى باذن الله.